مساء الخير، ازيكم؟ في الحلقة اللي فاتت من البودكاست اتكلمنا على أول عامل من العوامل الأساسية في استراتيجية الفور بيلرز أو الأربع عوامل الرئيسية عشان تقدر تسكيل الإي كوميرس براند بتاعتك من غير ما تحتاج إن أنت تزود الميزانية بتاعتك أو تدبل الميزانية. How to double your e-commerce sales without doubling your budget. اتكلمنا على أول عامل أو أول بيلر وهو الكوميرشال استراتيجي أو الكوميرشال سكسس فاكتورز، واتكلمنا فيها على إنك إزاي بتقدر تدرس المنتجات بتاعتك وتشوف اليونيك سيلينج بوينتس بتاعتها إيه بالظبط، وبتحدد البرايس وتقارنه بالمنافسين عشان تعرف هتبوزيشن نفسك فين في الماركت. اتكلمنا عن الكتالوج تري وازاي تقسم منتجاتك بشكل ابيلينج للكاستمرز بحيث تعرض منتجاتك باكتر من طريقه واكتر من شكل على الويب سايت، وكمان تقدر تعرضها كوميرشالي للكلاينتس. اتكلمنا على النت مارجن وازاي انت تقدر تحسب الهامش الربح بتاعك وبناء عليه تقدر تعمل خطة عروض قوية. اتكلمنا على الكوميرشال كالندر. ماشي، لو انت ما سمعتش الحلقة اللي فاتت ارجع اسمعها عشان تعرف كل ال... الحاجات دي وتقدر تكمل معانا الحلقة دي. طيب هنكمل على الكوميرشال بيلر لان هو من البيلرز او الاعمدة الرئيسية اللي فعلا ما بتاخدش حقها لما تيجي تعمل استراتيجي لاي اي كوميرس براند. بس النهارده هنتكلم على some concepts كده تانية، ماشي، او مفاهيم تانية مهم ان انت برضو تكون حاططها في الاستراتيجية بتاعتك وانت بتيجي تحط الكوميرشال استراتيجي. تمام. آه لازم تكون فاهم ايه هي اهم العوامل اللي بتخلي الناس تاخد قرار الشراء لحاجة اونلاين. ماشي، عشان ده اللي هيخليك وانت بتعمل الحملات بتاعتك وانت بتعمل العروض بتاعتك. وعروض هنا ما اقصدش بيها خصومات، اقصد بيها ال- العرض الترويجي، يعني الميكس بتاع المنتج نفسه اللي انت هتقوله، المسج اللي هتوصلها للعميل عشان يجي يشتري منك. انت لو بتقول ان انت عندك منتج مش موجود في اي حتة وبتعمل توصيل سريع وعندك شحن مجاني، ده كده عرض. ماشي، لو بتقول ان انت عندك منتج عليه خصم 50% ده كده برضو عرض، بس ده عرض بشكل مختلف عن العرض التاني. ف وانت بتعمل ده لازم تكون فاهم ايه هي المين اونلاين بيرشيس درايفرز، يعني ايه الحاجات اللي بتخلي اي حد ياخد قرار ان هو يشتري اونلاين. دايما 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 الكونفينينس او سهوله الطلب اونلاين هي دي اللي دايما بتخلي حد يعمل ده. عشان كده ابلكيشنز كتير زي طلبات، رابت، بريدفاست وغيرهم كتير تقدر تطلب عن طريق الابلكيشن نفسه، بقت اوريدي ليها زباين كتير قوي وناس كتير جدا بتستعملها عشان الكونفينينس، سهوله الاستخدام. فكل حاجه في الكونفينينس بتبدأ تكون هي دي من الحاجات الأساسية اللي تعملها أو أنت تركّز عليها. زي إيه طيب؟ زي الfree delivery. الشحن المجاني دي كلمة ساحرة، هي تبان إن هي cost بسيطة موجودة بتضاف على المنتج اللي أنت بتعمله، بس في الآخر لسه still كلمة شحن مجاني ليها سحر وليها عامل رئيسي في إن حد ممكن يشتري من الbrand دي أو ما يشتريش من الbrand دي. تمام؟ option إن أنت تدفع عند الاستلام. الناس لسه برغم كل اللي بيحصل وبرغم كل التطور اللي حصل في الفاينانشال انكلوجن او الشمول المالي، الاستراتيجيه اللي الدوله تبعتها خلال اخر 5 6 سنين، وبقى دايما بقى في كل حاجه مدفوعات الكترونيه، حتى في الحكومه بتدفع بشكل الكتروني. التطور الكبير اللي حصل ده انستا باي وغيره خلى ناس كتيره بقت خلاص بتدفع اونلاين، بتحول على المحافظ تدفع بانستا باي. بس ستيل لو حد لسه بيشتري منك لاول مره او بيشتري منتج مثلا زي ملابس او كده، بيحب ان هو يدفع لما يشوف المنتج نفسه. ففكره ان انت عندك الاوبشن بتاع الدفع عند الاستلام او الكاش اون ديليفري دي من العوامل اللي بتفرق كتير قوي، ممكن تخلي عميل لما يخش يشتري منك ما يشتريش عشان ما فيش كاش اون ديليفري. فالشحن المجاني، الكاش اون ديليفري. تمام. الحاجه اللي بعد كده خصومات والعروض. انا عارف انت بتفكر وبتقول هو انا لازم اعمل عروض وخصومات عشان ابيع. هو السوق كده، هو الماركت كده، وفي اندستريز كتيره ماشيه كده، ومعظم السوق بيشتغل بالشكل ده، especially
في معظم المنتجات الB2C العادية اللي بنشتريها، منتجات تجميل، منتجات ملابس، مش عارف beauty skin care products، مش عارف furniture، electronics، كل الcategories الأساسية اللي الناس تشتريها أونلاين وبتدفع فيها أونلاين، العروض والخصومات مهمة جدًا فيها. الفكرة بقى كلّها زي ما شرحنا كده في الحلقة اللي فاتت واتكلّمت معاكم على أفكار كتير للعروض وطُرق ممكن تعمل بيها خصومات من غير ما تعمل actually خصومات، يعني من غير أنت ما تخسر من هامش الربح بتاعك، تمام؟ يبقى إحنا كده قُلنا الشحن المجاني، قُلنا دفع عند الاستلام، وقُلنا العروض والخصومات. الnext day delivery وoptions بقى الشحن السريع، اللي هو شحن خلال تاني يوم على طول، شحن في نفس اليوم، أو شحن خلال يومين ل3 أيام. كل أمّا أنت سرّعت من عملية الشحن بتاعتك وصرّحت بده وأكدت عليه ونفذته، كل ما ده حسّن من التسليمات بتاعتك. وكل ده في نفس الوقت ما خلّى العميل خلاص هيشتري منّك، ما أنت عندك دفع عند الاستلام، عندك شحن مجاني، عندك عرض عامله ماشي، وهاستلم بُكرة أو هاستلم خلال يومين، فليه العميل مش هيشتري؟ الحاجات دي كلّها دارجة في حتّة الconvenience، في حتّة إن أنا كشخص هاقدر أشتري أونلاين وما فيش risk، أنت دايمًا بتحاول تقلل عامل الrisk عند العميل، خصوصًا لو هو لسه أول مرّة يجرّبك، خصوصًا لو أنت في مجال أو في industry فيها منافسين كتير عندهم العوامل ديّة. فبعض الindustries وفي بعض الniches زباين معيّنين في industries معيّنة ممكن ما يبقاش دي الdrivers الأساسية، بس إحنا بنتكلّم على in general، إن في الآخر العميل دايمًا بيدوّر على value. فالprice point مهمة ماشي، بس في الآخر لو أنا في value معيّنة وأقدر أوصّل ده عن طريق marketing communications قوية وmessages قوية، فأنا خلاص مش هاضطر أعمل ده. بس in general العوامل دي بتفرق جدًا في قرار العميل، خصوصًا لو أنت بقى ما عندكش منتج unique، منتج ما فيهوش design مختلف، منتج ما فيهوش technology مختلفة. الحاجات دي هي دي اللي ممكن فعلًا ساعتها ما تلجأش أنت خالص فكرة الشحن المجاني والدفع عند الاستلام والحاجات الأساسية دي، لأ، أنت ممكن بتلعب ساعتها لعبة تانية خالص، لو أنت عندك technology unique مختلفة، مش منتشرة، مش موجودة، أو design مختلف، حاجة فعلًا مش موجودة عند حد تاني، خصوصًا بقى لو أنت بتعمل حاجات art أو fashion studio أو design studio أو حاجات زي كده، فخلاص ساعتها أنت مش هتبقى بيapply عليك ده لو أنت بتبيع منتجات luxury price point عالية، تمام، عالية دي بنتكلم، أنا مش باتكلم على 5000 و6000 جنيه، أنا باتكلم 10000 جنيه plus، فأنت كده خلاص، أنت كده في category تاني ممكن تتّبع أساليب تانية، تمام. الحاجة اللي بعد كده الpayment options، إن أنت لو أنت في cash on delivery فأنت بقى في الناحية التانية تقسيط. التقسيط دلوقتي بقى جزء مهم أوي في كل حاجة، الناس بتقسّط كنافة دلوقتي تمام، فالتقسيط بقى ماشي في كل حاجة، ماشي في الجِزم، ماشي في الأكل، ماشي في اللبس، ماشي في ال في الgadgets، لو أنت هتشتري مثلًا جهاز والّا تشتري أجهزة إلكترونية أو غيره، ماشي في كل حاجة بقت دلوقتي موجودة بالتقسيط، فoptions الدفع التقسيط يعني مهمة جدًا، وأنت already كده، كده طالما عندك e-commerce website وأنت متعاقد مع payment gateway، فحاول توفّر كل الoptions، معظم الoptions، حاول توفّر تقسيط، حاول توفّر محافظ إلكترونية وهكذا، فكل ما كان في options للpayment أكتر، كل أمّا كان ده من العوامل الأساسية اللي تخلّي الناس ممكن تشتري منّك. دي كده في الجزء بتاع الconvenience. يمكن آخر نقطة هنا مهمة، موضوع الreturns، إن دايمًا عندك سياسة استرجاع واستبدال واضحة، العميل دلوقتي دايمًا عنده شَك، فأنت لمّا توضّح له سياسة الاستبدال والاسترجاع، هو ساعتها خلاص هيكون عارف إن هو لو حصل حاجة، لمّا هيحصل مشكلة هيقدر يرجع لك، لمّا هيحصل حاجة وعايز يرجّع المنتج هيقدر فعلًا يعمل، يلاقي حد يتكلّم معاه ويبقى في عندنا سياسة واضحة للاستبدال والاسترجاع. فدي كده من العوامل الأساسية في جزء الconvenience. الجزء التاني بقى الtrust، ماشي، شكل الbrand نفسها، الreviews والsocial proof، الcustomer reviews اللي موجودة على الويب سايت أو موجودة على جوجل أو موجودة على ال ال الsocial media pages، تمام. الحاجات دي بتفرق أوي، وكل أمّا أنت كان عندك social signals وsocial proof قوي testimonials، إيه اللي مخلّي الUGC من أكتر الحاجات اللي ناجحة
كformat واتحوّلت خلاص لصناعة أصلًا في المحتوى، إن العميل بيحب يسمع قصة، بيحب يسمع رأي حد تاني. دايمًا كُلّنا دايمًا لمّا بنيجي ناخُد قرار في حاجات في حياتنا، بنعرف بنشوف لو حد تاني عملها واشترى من نفس الشركة دي، لو حد إحنا نعرفه، حد بنثق في رأيه، كل أمّا كان قرار الشرا عندنا بقى أسهل، كل ما إحنا خلاص بقينا متطمنين أكتر. فأنت اللي بتحاول تلعب عليه دايمًا إنك تطمن العميل للمنتج والخدمة بتاعتك، عشان خاطر لمّا ييجي ياخد قرار الشرا ما يبقاش في struggle، ما يبقاش في جزء الخوف، لإن ده pain. فكرة إن حد يدفع فلوس في حاجة هي مرتبطة مش بjoy، مرتبطة بpain، مش مرتبطة بفرح أو انبساط، مرتبطة دايمًا بإن أنا هادفع فلوس، فأنا هاحط فلوس، فأنا بالتالي دايمًا مش باحاول أدوّر على reason إن أنا ما أعملش الخطوة دي أو ما آخُدش الخطوة دي. تمام. فجزء الlikes والcomments still مهم، وبلاش تعمل حاجات fake، بلاش تروح تشتري followers fake، لإن ده هيبان أوي. كتير أوي من الcustomers بيخشوا يبصوا على الfollowers، يبصوا على الengagement، لإن هُم خلاص الcustomers بتوعنا بقوا educated، بقوا عارفين السوشيال ميديا وألاعيب السوشيال ميديا، عارفين التزويد والصفحات الfake واسم الصفحة اللي بيتغيّر كل شوية والحاجات دي كلّها. فبقوا بيركّزوا وبيبصوا على الحاجات دي especially الmillennials وGen Z، لإن معظم الcustomers بتوعك هيكونوا في الجيلين دول بشكل كبير يعني. تمام. ده كده في الجزء بتاع الtrust. الحاجات بقى اللي بعد كده بقى ممكن حاجات كتيرة بقى، ممكن يبقى إن في chat box في WhatsApp، icon مثلًا موجودة على الwebsite تخلّيه إن هو يخش يشتري. في simple online checkout اللي هو صفحة واحدة يقدر يشتري على طول من خلالها، ومش مضطر إن هو يسجّل أو يsign up أو يعمل خطوات كتيرة أوي عشان يقدر يشتري. تمام. كل بقى العوامل التانية دي كلّها دي برضه جزء تاني مهم في الuser experience. فأنت الconvenience، الtrust، ماشي، دول أكتر حاجتين هيخلّوا العميل ياخد قرار الشرا معاك especially لو أنت بتبيع عن طريق الe-commerce website. ماشي. فالonline purchase main drivers دي مهمة أوي، اعمل كده check list عندك بيهم عشان تقدر ترجع لهم تاني وتشوف إيه منهم يapply عندك وتبدأ تعمله، وشوف كده الconversion rate هيختلف إزاي بعد كده. فده كده النقطة الأولانية اللي اتكلمنا عليها النهارده في الجزء الcommercial. بعد كده مهم إن أنت وأنت جاي تplan الcampaigns بتاعتك لازم تكون فاهم فرق بين two types of campaigns: always on campaigns وon and off campaigns. تمام. وده جزء هنتكلم عليه بشكل أكبر في جزء الpaid ads أو الpillar بتاع الpaid ads لمّا هنيجي نوصل له. ماشي. بس حُط في دماغك ده، أنت دايمًا بيبقى عندك حاجات شغالة على طول، وحاجات شغالة في أوقات وأوقات تانية لأ، حاجات seasonal ماشية مع الcalendar اللي إحنا حاطيناه. آخر حاجة مهمة أوي، لازم تكون عارف حاجة اسمها الhero products والbest selling products. الhero products ديّة هي منتجات أنا عندي فيها margin قوي وعايز أبيعها، أو هي ديّة اللي أنا معروف بيها. أنا مثلًا معروف بالbean bags، فده الhero product بتاعي. أنا مثلًا معروف بتيشيرت معيّن، بmodel معيّن في التيشيرت، فهو ده الhero product بتاعي. product أنا معروف بيه أوي branded جدًا بالنسبة لي. ماشي. أو منتج already هو من الbest sellers وعندي فيه margin قوي وأقدر أجيب منه stock كبير، فهو أقدر أpush بيه المبيعات بتاعتي. فكل ما كان عندك more hero products كل ما بقى عندك more revenue drivers. فلازم تidentify الhero products بتاعتك قبل ما تبدأ تبلان، يعني قبل ما تطلع من جزء الcommercial وتبدأ تبلان بقى الإيه، الcontent الpaid ads. في نفس الوقت لازم تكون عارف المنتجات اللي عليها question mark، منتجات مش عارف هي منتجات مُربحة بس في الآخر ما هياش best seller، وفي نفس الوقت مش بتتباع كتير أو مش بتتباع قليل. والمنتجات دي هي اللي أنت هتبدأ تحط فيها more effort في إن أنت تحاول تشوف لها angles مختلفة تحاول تبيعها لمّا تيجي لجزء الcontent. وفي بقى الdog products المنتجات
اللي أنا مش عايز shitty منتجات low in price أو low in quality inferior، مش مهمة بالنسبة لي، هابعد عنها، مش هاpromote it، هاسيبها موجودة عندي على الweb site لو أنا already هي حاجات add-ons، أو ممكن يعني تفيد في إن أنا أعلّي الbasket size value، أضيفها كadd-on مع المنتجات، ممكن أحطها كهدية مع منتج تاني أو حاجات زي كده، وأبقى مقسّم الproducts عندي لhero products، تمام، و dog products بابعد عنها، الbest sellers أو الcash cow products والquestion mark products، تمام. فكده أنت الجزء الcommercial بقيت مجمّع فيه منتجاتك، الكتالوج بتاعك مقسّمه، عارف العروض اللي أنت عايز تعملها إيه بالضبط، ماشي، فهمت الonline purchase main drivers اللي أنت هتركّز عليهم وهتحطّهم عندك على الweb site، فالجزء الcommercial كده خلاص بقى واضح عندك، وبقى عندك استراتيجي كاملة لو عملت كده الحاجات دي كلّها ورتّبتها، هتلاقي عندك بقيت خلاص أنت عارف عايز تpromote إيه بالضبط، والمنتجات بتاعتك فاهمها كويس أوي وفاهم الكتالوج بتاعك. الخطوة اللي بعد كده بقى إن أنت تبدأ تخُش على الcontent. أنا online وأنا باعمل أي حاجة online لازم أكون فاهم إن الcontent هو الkey اللي يفرق جدًا ما بين brand وbrand تانية. الcontent بقت كل حاجة هي الناس بتconsume online، هي الmedia، هي أي text بيتكتب، هي أي حاجة موجودة على الweb site banner باحطه على الweb site، صورة المنتج اللي موجود، والإعلان اللي أنا باعمله شكله عامل إزاي، الpost بين السوشيال ميديا شكله عامل إزاي. إن هنا هنركز على الcontent strategy الخاصة بالpaid ads. إيه الsuccess factors when it comes to content عشان أقدر أعمل content قوي يبيع لي المنتجات بتاعتي، وأنفّذ الcommercial calendar اللي أنا حطيتها ديّة والcommercial strategy وأبدأ أحوّلها لmarketing آآ pieces أو نقدر نقول content pieces، تمام، أpromote بيها الoffers بتاعتي، بس ده هيكون في الحلقة الجاية. شكرًا جدًا ليكم، أنا هاحاول الحلقة الجاية إن إحنا نبدأ نتكلم بشكل extensive على موضوع الcontent ده. لو عندكم أي أسئلة سيبوها لي. مع السلامة. كان معكم محمد التيتي. باي باي.